أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. معاكم عماد العطار. النهاردة معانا موضوع أمريكا والأردن. كيف سترد أمريكا على الأردن؟ ضغوط على بايدن كبيرة جدا. إزاي أمريكا هترد على الأردن؟ رد الولايات المتحدة على الهجوم الذي أسفر عن مقتل وجرح جنود أمريكيين في الأردن. طبعا في ضغوط كبيرة جدا على بايدن ازاي يرد على مقتل 3 جنود في الأردن. من المرجح ان يكون الرد قوي جدا جدا، اقوى من الضربات الانتقامية الامريكية السابقة في العراق وسوريا. ده ما نقلته شبكة CNN عن مسؤولين. وقالت الشبكة ان الرئيس جو بايدن يتعرض لضغوط شديدة جدا جدا للرد بطريقة على هذه الهجمات، انها توقف هذه الهجمات للأبد. لكن التحدي الأكبر اللي بيلاحق جو بايدن أمام طبعا إدارته إن إزاي يرد على غارة الطائرة دي بدون طيار، دون إشعال أي حرب إقليمية. وقال وزير الخارجية إن الموضوع يا جماعة في الشرق الأوسط مولع. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي قال إيه؟ قال ممكن يا جماعة إن يكون الرد متعدد المستويات ويأتي على مراحل. ردنا هيكون رد قاسي جدا، ولكن هيكون على مراحل. وكمان قرروا يا جماعة إن ضرب الجماعات المسلحة في العراق وسوريا هيبقى في ضرب ورد قاسي جدا، ويمكن ان تستهدف او يستهدف الضرب كمان قيادات او قيادة الميليشيات الاقليمية كمان. تعالوا نشوف ايه الخيارات على من الرد الامريكي. الرد الامريكي دلوقتي في الاول قالوا لازم نرد ونهجم وحتى لو قامت حرب، ولكن النهارده تراجعهم في هذا القرار وهناك خيارات على الطاولة. بعد ما توعدت الولايات المتحدة بالرد على الهجوم بطائرة مسيرة الذي طال قاعدة عسكرية أمريكية شمال شرقي الأردن قرب حدود أو قرب الحدود مع سوريا يوم الأحد، وأدى ذلك الهجوم إلى مقتل 3 جنود عسكريين. الموضوع ده كشفوا مسؤولون أمريكيين يوم الثلاث. قالوا إيه؟ قالوا إن الرئيس جو بايدن أمر مستشاريه بتقديم خيارات للرد على الاستهداف. وقالوا كمان يا جماعة إن من ضمن الخيارات المطروحة أمام البنتاغون استهداف أفراد إيرانيين من سوريا أو في سوريا أو العراق كمان، أو أصول بحرية إيرانية في الخليج. طبعا ده اللي نقلته صحيفة بوليتيكو. وقالوا كمان ان الرد يا جماعة، الرد الامريكي ممكن يكون خلال يومين، هيكون في قاعدة التنف في سوريا. وقالوا انه سيبدأ فعلا خلال يومين بعد موافقة بايدن، وهيكون على شكل موجات من الهجمات ضد مجموعة من الأهداف. وكان البنتاغون أعلن يا سادة يوم الاثنين ان هجوم الأردن كان يحمل بصمات مين؟ كتائب حزب الله العراقي المدعمة من إيران. التصريح كان بيحمل بيقول ان هذا الهجوم كانت بصماته من كتائب حزب الله العراقي المدعومة من ايه؟ من إيران. وقالت بسمة سبرينا في مؤتمر صحفي، قالت ان احنا بنعلم ان ايران بتمول الجماعة اللي بتهاجم القوات الامريكية. امريكا الولايات المتحدة بتقول يا جماعة ان احنا ما بنسعاش لاي حرب. تعالوا نشوف كده. الولايات المتحدة لا تعتقد ان ايران تسعى للدخول في حرب معها، وأن واشنطن أيضا لا تسعى للدخول في الحرب أيضا. وأوضحت
لا نسعى للحرب، ولكننا سنتحرك ونرد على هذه الهجمات التي تتعرض لقوتنا. يا سادة، احنا مش ناويين نخش حرب او ندخل حرب مع ايران، وايران برضو مش ناوية تدخل حرب معانا، ولكن احنا هنرد على هجماتنا بطريقتنا، وهتكون على موجات، والموجات دي هتستهدف افراد معينة ومش ميليشيات معينة. المتحدث باسم المجلس الامن القومي بالبيت الابيض جون كيربي قال ان واشنطن لا تسعى لحرب مع ايران. وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي معلقا على الهجوم الذي اتهمت واشنطن وسائل مدعمة او مدعومة من ايران بالوقوف خلفه. وقال كيربي في مؤتمر صحفي قال ايه معلقا على الهجوم اللي نال الولايات المتحدة وراح فيه 3 جنود امريكان. قال ان يا جماعة، قال ان الهجوم ده شكل تصعيد ومش هنخطئ في التقدير. قال ان واشنطن هترد، ولكن مفيش وقت معين او محدد لسه امامنا. وقال تاني يا جماعة، قال ان احنا لا نرغب في التصعيد، بس هنفعل ولازم نفعل، والفعل هيكون حماية لأنفسنا وقوتنا. تعالوا نشوف طهران قالت ايه. نفت طهران ضلوعها في هذا الهجوم الذي أودى بحياة 3 جنود أمريكان. واعتبر المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني قال ايه؟ قال ان دي اتهامات سياسية هدفها قلب الحقائق في المنطقة. الهجوم ده يا جماعة، الهجوم الأخير ده اللي طبعا نال القوات أو 3 جنود من القوات الأمريكية، بلا شك انه طبعا خطير، والمنطقة او غزة المنطقة بمخاوف من توسع نطاق الحرب التي تفجرت في قطاع غزة من اليوم 7 من أكتوبر الفائت إلى نزاع قد يشمل إيران في شكل مباشر. طبعا يا جماعة ان الهجوم ده هجوم طبعا فاقمة، يعني الهجوم ده كبر المشكلة بلا شك، كبرها في المنطقة وغذى المخاوف من توسع نطاق الحرب التي تفجرت بين غزة وإسرائيل في 7 من أكتوبر الماضي إلى نزاع فعلا قد يشمل إيران في شكل مباشر. طيب المرة ديك اللي اتقتل فيها أو راح فيها 3 جنود أمريكان بنيران طبعا معادية منذ بدء الحرب بين غزة وإسرائيل أو إسرائيل وحماس في غزة، وضع بايدن في موقف محرج جدا أمام سيناريوهات للرد فيما يخوض طبعا سباق انتخابيا حساسا لولاية تانية في البيت الأبيض. منذ بدء الحرب في غزة بدأ يبقى في تصاعد، في توتر في المنطقة وعلى عدة جبهات من العراق وسوريا، في اليمن، لبنان، حيث تتواجد فصائل مسلحة موالية لإيران ومدعومة منها. القوات العسكرية الأمريكية اللي في سوريا والعراق اتعرضوا لحوالي 158 هجوم من 17 أكتوبر الماضي.